الجيسون ويز بادنج. تمام. الجيسون ويز بادنج دي عباره عن ايه؟ تعالى كده نجرب. جيسون بي، عايزين نشوف شكلها بيبقى عامل ازاي. انا اعرف ازاي ان انا عندي جيسون وذ بادنج في الموقع بتاعي او في الابلكيشن اللي انا بتست عليه. بسم الله، تعالى نجرب كده. وليكن ده الموقع اللي انا شغال عليه بتسته. انا بتست على الموقع ده، ولقيت مثلا ان في لينك اهو. لقيت في لينك زي ده مثلا. لقيت اللينك ده. اللينك ده لقيت فيه حاجه غريبه جدا. في بارامتر اسمه كول باك، وحاطط فاليو. حاطط فاليو. تعالى شوف شكله كده في البتاع عشان مش واضحه قوي هنا. اهو ده شكل اللينك اللي فتح لي الكود الكلام ده، اللي عم برجع لي الكلام ده. تمام. رجع لي حاجه كده يعتبر الى حد ما شبه الجيسون، بس محطوطه جوه ايه؟ هو حاجه شبه فانكشن كده. تمام. طب ايه هنا اللي حصل؟ هو بياخد منك الفاليو اللي موجوده هنا، اللي هي ما انا حاططها عند البارامتر اللي اسمه كول باك. لو انا مثلا حطيت كلمه تيست هيكتب هنا تيست. لو حطيت كلمه مثلا حرف الاي هيكتب هنا حرف الاي. طب هنا ايه اللي بيحصل؟ الموقع هنا بيعمل ايه؟ الموقع هنا بيسهل على نفسه طريقه نقل الداتا. يعني ايه وازاي هينقل الداتا بالطريقه دي؟ تعالوا بقى نجرب هنا ايه. نفتح الكود بتاعها ونشوف. طبعا عشان نفهم حاجه كده بسيطه، تعالوا نفتح البراوزر. لا، نقفل ده. نفتح البراوزر ده. سيبكم من الكود اللي فوق. ماشي. اقول لك تعالى نفتحها في صفحه مختلفه. بص انا هعمل فانكشن دي في الجافا سكريبت عادي. ماشي. هسمي الفانكشن دي تيست، وبديله ارجيومنت او الحاجه اللي انا هديها للفانكشن دي. تمام. وهكتب هنا ايه اللي انا هعمله بالحاجه دي في الفانكشن. لما الفانكشن دي تعمل لها كول هعمل ايه بالحاجه دي. ماشي. فانا هعمل حاجه بسيطه جدا وهقول له والله اعمل لي كونسول دوت لوج. دي هقول له اطبع لي الداتا دي. ماشي. دي فانكشن بسيطه جدا. رحت انا ايه عايز اعمل كل الفانكشن. اكتب مثلا كلمه ايه؟ فليكس. الكلمة. ماشي. واعمل انتر. راح عامل لي ايه؟ طبع لي كلمه فليكس، لان انا قايل له اطبع لي الداتا دي. طب افرض انا عملت له مثلا داتا زي كده. رحت قايل له مثلا ايه؟ عملت له فليكس بس بعتها في شكل الجيسون. طبعها لي برضو بس في شكل برضو ايه؟ نفس الفورمات بتاعت الجيسون. الكي وال الفاليو بتاعته. هو هنا في الموقع مجهز لي الشكل ده على انه فورمات لكول فانكشن. احنا قلنا بنكول فانكشن ازاي؟ بنعمل اسم الفانكشن وبنحطها جوه ايه؟ قوسين. صح كده؟ لسه عاملينها اهو. إيه لا مش دي. عملنا هنا اهو. عملنا كلمة تيست ده اسم الفانكشن. حطينا الداتا اللي احنا عايزينها هنا، وقفلنا بين القوسين حطينا جواها داتا. صح كده؟ ورحت دايس انتر. انا قايل له لما يجي لك الداتا دي اطبعها. مية مية. بس انا بوريكم الشكل. انا عملت كل الفانكشن عن طريق اسمها، وجوه قوسين حطيت شوية داتا كده. ماشي. طب الفورمات دي ممكن استفاد بيها بايه؟ هو مجهزها لي في وضع الكول. يعني ايه؟ يعني هو بيكول فانكشن دلوقتي. بيكول فانكشن اسمها يوزر انفو. ماشي. انا والله عايز اغير كلمة يوزر انفو دي، هخليها جت. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ والله انا معايا كول فانكشن. يعني معايا فانكشن بتعمل لها كول اسمها جيت، وبيديها شويه داتا كده. انا عايز الداتا دي. يعني الداتا دي بالنسبه لي عايز اسرقها او ايا يكن. هي عباره عن ايه؟ انا عايز اخدها ليا. هاخدها ازاي؟ على الكود على الويب سايت بتاعي. انا بقى الكود بتاعي او الويب سايت بتاعي انا كاتاكر واحد بيحاول يهاك يوزر مثلا زي هاني مثلا. تمام. هاني عنده الموقع اللي هو شغال عليه بيستخدم او بينقل بيانات من صفحه للتانيه عن طريق الايه؟ الجيسون بي. ماشي يا هاني. رحت انا كاتاكر عملت ايه؟ سيبك من الكلام ده، احنا نعملها بابسط ما يمكن. نعمل كونسول لوج ليد داتا. انا عملت ايه؟ عملت فانكشن. انا بقى اتاكر. احنا اتكلمنا ايه؟ ان احنا عندنا الكول بتاع الفانكشن، ما عندناش الفانكشن نفسها. فاحنا نعمل فانكشن. هقول له والله اعمل لي فانكشن اسمها جيت. بتاخد حاجه، بتاخد داتا. لازم تاخد داتا. بتعمل ايه بالداتا دي يا باشا؟ بتعمل لها كونسول لوج، بتطبعها في الكونسول. ورحت عامل ايه؟ عملت انكلود للصفحه دي. الصفحه اللي هي دي عارف عامله زي ايه؟ كاني رحت مثلا جايبها وطابعها عندي هنا. هنا كده. فهو هنا الظاهر ايه؟ ان هو هيكول الفانكشن اللي اسمها get، وبعد ما يكول هيديها الداتا دي. فهتقوم جايه الفانكشن get
تطبع الداتا دي في الموقع بتاعي انا الهاكر. الجافا سكريبت لو استخدمت معاها السورس ده، كلمة سورس، هي بتعمل ايه؟ بتروح تجيب الكود اللي جوه اللينك اللي انت تديهولها. الكود في حالتنا ده، في الحالة بتاعتنا دلوقتي، الكود ايه؟ هو ده، ماشي؟ وبتحطه في الموقع اللي انت فيه دلوقتي. شبه ايه؟ شبه كأني مثلا رحت عامل كده. بص، الاتنين دول واحد. كده واضحة ولا احب اوضحها اكتر؟ عارفين. كده اوضح. يعني هو بدل ما انا اكتبه بايدي، راح هو كتب حطيت له اللينك بتاعها على طول، راح هو رايح جايب الفاليو من اللينك ده، حاططها لي في الموقع. بس مش ايه، مش عام يعني، ما حطهاش فعلا، بس هو عملها انكلود، كأن الكود موجود بالظبط. هو انا بعمل كول لفانكشن قبل ما اعرفها ولا بعد ما اعرفها؟ لازم اعرف الفانكشن الاول. قبله طبعا. تمام، انا عامل ايه دلوقتي؟ انا عارف ان الفانكشن هنا اسمها يوزر، او البتاع اللي هنا اسمها ايه؟ اسمها يوزر انفو. فانا دلوقتي محتاج ان انا اعمل فانكشن اسمها يوزر انفو، بتاخد داتا. ماشي، هتعمل ايه في الداتا دي؟ هتطبعها. فهو هنا اللي هيحصل ايه؟ ان هو هيفتح السكريبت ده، هيكول الفانكشن دي او هيكول الكود ده كله. هيقول له والله اليوزر اعمل لي كول لليوزر انفو، الفانكشن اللي اسمها يوزر انفو. اليوزر انفو دي بتاخد ايه؟ بتاخد حاجه اسمها داتا ارجيومنت. فكل اللي جوه كل ده بين القوسين دي يعتبر داتا بالنسبه لها، فهيطبعها. بس عايزك تاخد بالك ان الكلام ده اللي هنا ده على الموقع مثلا، وليكن المصاب فيسبوك مثلا. اللي انا هفتحه دلوقتي ده الموقع بتاعي انا محمد، اللي بحاول اسرق الداتا بتاعتك. عملنا ايه؟ ريلود، راح طبيع لي الداتا فين؟ في الكونسول. طب تعالوا نطبعها في الصفحة نفسها ونجرب. تمام، هو اتعامل معاها هنا على انها سترينج، بيحاول يطبع سترينج. بس احنا زي ما على احنا ان ايه؟ فاهمين ان دي مش سترينج، دي آه جيسون، والجيسون على لازم يكون ليه تعامل مختلف. فانت ممكن عندك حلين: يا تطبعها جوه الكونسول زي ما احنا كنا عاملين هنا مثلا، واول ما يريلود بوست اتحطت في الكونسول الاسم اهو، والايميل بتاع الشخص والبريفليج بتاعته واليوزر نيم، ده اتحطت في الكونسول. طب انا عايز اطبعها في الصفحه، في حاجه اسمها، في فانكشن اسمها جيسون سترينج فاي، هي دي. مثلا لو عايزين نعمل دوكيومنت دوت رايت، لو انا عايز اطبعها في الصفحه بقى، انا راجل عنيد عايز اطبعها في الصفحه، فلازم تعدي الداتا دي على فانكشن تفهم الصفحه ان دي جيسون. بس هي دي مهمه الجيسون دوت سترينج فاي، بتفهم الصفحه دي ان دي جيسون. تمام، بص راح طبيعها لي عادي في الصفحه من غير اي مشاكل. ليه بقى؟ لان هو فهم الفانكشن دي انها ان دي جيسون، فعرف يطبعها.